السلام عليكم. شوفوا اليوم قاعده نخدم في السردينه هذه رقيقه صغيره. هي البنينه طبعا احسن من الكبيره مع انه فيها الكرفي. وشوفوا كيفاه راهي قيسيها تتفتت، راني نسايس فيها على قد ما نقدر. شوفوا بشوي، انا ماشيش نخليها بالسارسو، كاين اللي جست ينحي الراس وينحي الفاد اللي فيها وخلاص، بصح انا نحبها هكا نضيفها، نحطها في الماء ونزيد نديها بالوحده. ما تقدريش تنحي لها راس بيدك برك تتفتت، لانها هذه النوعيه اللي طريه بزاف. بصح البنه يعني كي تشوفي البنه تستاهل انك تتعبي عليها، بنه ولي فيتامين طبعا. بروفيتيو مادام هبطت شوي، بروفيتيو. شوفوا نخدموا الدرسه تاعنا تاع السردين. عندي لهنايا شوفوا قريب راهو راس تاع ثوم، راح ندير نربيهم كامل. بسم الله. دابا نربي السردينه راهي كمون وثوم، هادو هما الاساسيين تقريبا جميع الحوت. يعني الا ما درتيش الثوم والكمون يتسمى ما دريتيش الحوت تاعك. هما البنه كامل. شوفوا انا السردينه تاعي ندير فيها الدبشه، نحبها بالدبشه، مش لازمه بصح انا نحبها بالدبشه. يعني يبقى كل واحد وطريقته، ليسونسيال الثوم والكمون. شوفوا انا نخدم بالهريسه تاعي في كلش، نخدم بالهريسه تاعي تاع الدار. بالنسبه للطريقه راني خدمتها في قناتي ونحطها لكم في الرابط، نحطه لكم في الوصف باذن الله باش تعاودوا ترجعوا. يعني اللي مهتم سيرتو راهو جاي وقت الهريسه تلقاوها. عندي لهنايا كمون كما راكم تشوفوا، مغرف كبيره كمون لكم هو الاساس، كامل نعرفوه هو الاساس. نزيد مغرفه تاع ملح كما راكم تشوفوا. راح نزيد مغرفه صغيره طماطم مصبره لانه الهريسه تاعي حاره بزاف. نزيد ندير عصره قارص. بسم الله. نخلط الدرسه تاعنا مليح. لازم الدواوات كامل يتخلطوا مليح. اللي عندها المهراس من الاحسن تفوتوا على المهراس. الناس بكري كان كلش تاعهم بالمهراس كلشي يجي بنين. تقدري تشوفي اسكو تزيدي الهريسه ولا ما تزيديش. انا درك نذوقها ونشوف. نزيدلها شويه عيش حاره. هذه الدرسه تاعنا. دوك نروح نبداو نعمر الحوت تاعي. شوفوا نبداو بالحبه. بسم الله. كاين اللي يحب يعمرها، كاين اللي يحب يحط شويه برك. حشو حطي كيما حبيتي. شوفوا لازم في الفرينه
نرمدها في الفرينة، نحطو الحبات اللي راح نحطو ونبداو بهم يطيبو ونكملو الباقي. هي طيب ومامطو راكي توجدي في الباقي. الزيت تاعك لازم تكون سخونة بزاف تغلي. شوفوا هذه هي النتيجة تاع السردينة. شهيتكم في الجنة، راهي تشهي. ان شاء الله تجربوا الوصفة هذه وتنجحوا فيها، وما تنساوش اشتراك ومتابعة للقناة ليصلكم كل جديد ان شاء الله.